ان كنا احنا كنادي اهلي وكجماهير نادي اهلي كنا شايفين الرعايه الكريمه من المملكه المغربيه الشقيقه عندما كان النادي الاهلي يلعب بطوله كاس العالم للانديه في المملكه المغربيه، وكان الجمهور المغربي في الحقيقه مساند لفريق النادي الاهلي طوال فعاليات البطوله، وايضا حتى عندما تعرض الكابتن محمود الخطيب لظروف صحيه كانت كل قيادات الدوله المغربيه في الحقيقه بتشمله بالرعايه الكريمه، وده بيعكس العلاقات الوديه ما بين جماهير المغربيه والمصريه. مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. نحن سعداء بمشاهدتكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، وهذه الأبرز عنوانها. نود أن نطلب منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا للاطلاع على كل جديد. والآن إليكم التفاصيل. دكتور سعد، علينا ان احنا نؤكد ان دايما جماهير النادي الاهلي عندما تحضر الى الاستاد سوف تلتزم بالقواعد والضوابط، سوف تلتزم بالتشجيع المثالي لفريق النادي الاهلي حتى يحالفنا التوفيق ان شاء الله لنكون ان شاء الله على مقربة من المباراة الثانية في المملكة المغربية الشقيقة، ونحن بنحقق نتيجة إيجابية. وبالتالي احنا واثقين ان شاء الله ان الجمهور في حالة حضور ان شاء الله سوف يكون هناك التزام. عندنا ثقة كبيرة في جمهورنا ان شاء الله انه بيآزر فرقته، بيلتزم بكل الضوابط اللي بتحددها السلطات الأمنية، بيدخل بتذكرة مباراة، بيمتنع عن أي محظورات أيضا تحظرها السلطات الأمنية المصرية، مش من قبل بس السلطات الأمنية، هي أيضا محظورة في كل الاستادات العالمية وفقا لضوابط الاتحاد الدولي. وبالتالي احنا ان شاء الله حريصين ان شاء الله يكون في استجابة ان شاء الله خلال الفترات القادمة من وزارة الداخلية الموقرة في ان يبقى عندنا جمهورنا بالساعة الكاملة. ويمكن احنا بالتعاون مع شركة تذكرتي بدأنا ان احنا نطرح في بعض التذاكر اللي تم السماح بيها، عشان برضو في حالة الموافقة ان شاء الله ما يبقاش في كثافة كبيرة على السيستم وتقدر الناس تاخد تذاكرها. لا طرحتوا دكتور سعد ال20 دلوقتي مؤقتا؟ بنتحاور مع شركة تذكرتي على اساس نبدأ عمليات الطرح ان شاء الله، وكلنا امل ان شاء الله ان وزارة الداخلية الموقرة ان شاء الله تستكمل لنا الساعة لتظهر المباراة بالصورة التي تليق بمكانة الدولة المصرية وبكل المؤسسات الوطنية المصرية، ايضا تعكس الصورة الحضارية لجماهير النادي الاهلي في التزامها وتشجيعها المثالي ومؤازرتها ودعمها لفريقها فريق النادي الاهلي. وان شاء الله ندعو الله يعني ان يبقى فيه توفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراة، وكمان نقدر نستقبل اشقائنا من المملكة المغربية بصورة حضارية. اختاروكوا هيوصلوا بكرة امتى؟ اختاروكوا ان شاء الله بكرة هيوصلوا يوم 31 زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، طيارتهم الساعة 11 مساء. أيوة. ان شاء الله. وفي تعليمات من الكابتن محمود في الحقيقة ان احنا نقدم كل الدعم والمساندة والاستقبال الحافل لرد الاستقبال التي تلقته بعثة النادي الاهلي في المملكة المغربية خلال بطولة كأس العالم وخلال زيارات النادي الأهلي للمملكة المغربية حتى في مباراة الرجاء الأخيرة وفي كل المحافل الدولية التي تكون فيها المغرب ومصر هما طرفي المنافسة. دي الروح دائما اللي بتسود جماهير النادي الاهلي، واللي احنا حريصين في النادي الاهلي على ان احنا ناكدها مع جماهيرنا العظيمه اللي لعبت دور على مدار تاريخ النادي الاهلي خلال ال 116 سنه الماضيه في كل الانجازات اللي رسمها النادي الاهلي وكل اللحظات السعيده اللي حطها النادي الاهلي في قلوب كل الجماهير المصريه والمواطنين المصريين. احنا يمكن زي ما حضرتك تفضلت مجلس ادارتنا بقياده الكابتن محمود كان من اول دقيقة بعد إعلان تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية وأن يكون الطرف الثاني الوداد المغربي، النادي الأهلي على طول حرص أن هو يتقدم للسلطات الوطنية المصرية بطلب الساعة الكاملة لاستاد القاهرة. ويمكن كنت حضرتك دايما بتؤكد على ذلك أن احنا عايزين 60-70 ألف، الساعة الكاملة لاستاد القاهرة 72,600 تحديدا. احنا طلبنا ده لحاجتين اساسيتين، اولا عارفين حجم جماهيريه النادي الاهلي داخل الدوله المصريه، بالنسبه لنا احنا عارفين، ويمكن كان لنا تجارب عظيمه خلال الشهور الماضيه القليله مع الهلال السوداني ايضا ومع الرجاء، كان في تجربه عظيمه جدا وكان في حضور جماهيري 50,000 وكان محط اعجاب من كل دول العالم. الموضوع الثاني ان احنا في الحقيقه عندنا
ثقة كبيرة في كل مؤسسات الدولة المصرية، سواء كانت وزارة الداخلية الموقرة أو المؤسسات الوطنية المصرية، شركة السادات وشركة تذكرتي، إن هي تخرج بصورة رائعة لتنظيم مباراة على أعلى مستوى. وبالتالي التناغم اللي موجود ما بين الثلاث أطراف، سواء كانت السلطات الوطنية المصرية، النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي العظيمة، إحنا كان عندنا حرص ان احنا نهيئ لهم الظروف المثلى لان هم يستمتعوا بهذه المباراه، وبالتالي كان عندنا الحرص ده. يمكن وزاره الداخليه المؤخره حددت 20,000، جاء بعدها على طول مباشره خطاب من الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي يعلم علم اليقين ما هي الدولة المصرية، هي قلب كرة القدم الأفريقية، وهي مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. رقم 2، يعلم تماما قدرات المؤسسات الوطنية المصرية على الخروج بالمباراة بأفضل صورة ممكنة. نعم. يعلم حجم النادي الأهلي داخل القارة الأفريقية، وعندما تتحدث عن كرة القدم في أفريقيا يأتي النادي الأهلي في صدر الأندية الأفريقية. الجزء الثاني ان احنا بعدها على طول مباشرة تقدمنا بخطاب بالفعل للاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره هو المنوط بالتواصل مع المؤسسات الوطنية المصرية. بنرجو إعادة النظر في زيادة السعة، احنا على ثقة كاملة. وخليني برضو انتهز الفرصة يا احمد بيه ان انا اشكر حضرتك على دايما حرصك على ان التواجد الجماهيري، مش جماهير النادي الاهلي بس، حرصك دايما في البرنامج بتأكد على ضرورة ان كرة القدم هي وجدت من اجل الجماهير العظيمة الوفية. وبهذا ينتهي نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.